اهلا بيكم. انا مش جاي النهارده عشان استعطفك على الالوف اللي ماتت سواء كانت في رابعه او في النهضه او في غيرها من الميادين، ولا حتى استعطفك على المصابين والجرحى، بل بالعكس، ده انا جاي ابدا معاك بدايه جديده تماما. انا جاي اقول لك خلينا انا وانت نفترض ان اللي حصل في 30/6 هي ثوره شعبيه كبيره، وخلينا انا وانت نتصالح، وتعالى نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدا النهارده نفكر ازاي نبني بلدنا مصر. تعالى انا وانت نفكر ازاي نتصالح انا وانت ونزيل كل اللي فات على اساس ثورتكم اللي بتكلمونا عنها وهي ثوره 30/6. بس في البدايه خلينا نقول اي ثوره في الدنيا بتبقى قائمه على اساس، يعني ثوره 25 يناير كانت قايمه على العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. تعالى انا وانت النهارده نتصالح على اساس ثوره 30/6 اللي بتكلمونا عنها، وتعالى نشوف هي ايه اللي حققته 30/6، وهل فعلا 30/6 تقدر تبني البلد او تقدر تحقق لها اي مستقبل؟ كل اللي طالبه منك انك تسمعني بنوع من انواع العقل والموضوعيه، بعيدا عن اي نوع من انواع التعصب. كل اللي طالبه منك انك تركز شويه معانا في الكلام اللي احنا عايزين نقوله لحضرتك، وعشان خاطرنا يا ريت تنسى شويه كرهك للاخوان، شيل الاخوان من تفكيرك شويه وركز معانا في الاحداث اللي جايه، وخلينا نشوف هي فعلا 30/6 تقدر تبني بلدنا ولا لا. أسألك بأنك أنت الله اللطيف الحفيظ، أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف غمتهم، ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم. مش هكلمك على وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وتطهيرها من الفساد، ولا حتى أمن الدولة اللي رجع تاني بفجرها وبظلمها، لأن ممكن كل ده أصلا ما يكونش فارق معاك. ولكن الأكيد إن ثورة 30/6 قدرت تحدد العلاقة النهاردة ما بين ضابط الشرطة والمواطن المصري، وضابط الشرطة دلوقتي بقى فاهم إن دوره الأساسي إنه يخدمك ويخدمني ويخدم الشعب المصري كله. باسم ضباط شرطة مصر اللي وقفوا يوم 15 يونيو في اجتماع الجمعية العمومية وهتفوا ضد النظام وادوا إشارة البيت لثورة 30 يونيو. ومن خلال المنبر الكريم ده أحب أقول مثل دايما كنت بسمعه، مثل بيقول اللي يتمد إيده على سيده تتقطع إيده. ممكن تقول لي برضو أنا لا فارق معايا لا سادة ولا عبيد، أنا كده كده في حالي، بس الأكيد إن إحساسك بالأمن والطمأنينة زاد قوي بعد 30/6، وخصوصا إن الشرطة رجعت بمنتهى القوة والحسم لمواجهة البلطجية والمجرمين. احنا لينا صديق قتل النهارده، خالد دميان، وابن عمه عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. دول مواطنين مصريين مسيحيين قتلوا لان في بلطجي، البلطجي ده مشهور جدا في ساحل سليم، وطلب من صديقنا رشوه انه يفرض اتاوه عليه 10,000 جنيه، وبعدين بعد كده اشتكينا لمساعد مدير امن اسيوط. الراجل ما عملش حاجه، وصديقنا ده راح له قال له انت اشتكيت وانا جاي لك اضربك بالنار، وراح وقتله وضربه بالنار. تخيل ان الكلام ده بيحصل لواحد بينتمي لحزب رئيس الوزراء حازم الببلاوي، فما بالك بواحد زيي وزيك. يا ترى هيعمل ايه النهارده مع اسياده من الشرطه؟ ولا هيعمل ايه مع البلطجيه اللي ما بيركبوا فوق مدرعات الجيش؟ كل ده مش مهم، المهم ان 30/6 تكون حطتنا على اول الطريق الصحيح اللي من خلاله نقدر نواجه مشاكلنا، وبدانا فعلا في مواجهه الواسطه والمحسوبيه والكوسه، وبقى فعلا في عداله حقيقيه والتكافؤ فرص للجميع. فقد كشفت مستندات رسمية عن قرار للوزير بسفر زوجته وابنه للحج هذا العام على نفقة الوزارة بدون وجه حق، إضافة إلى أن الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف ضمت بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة، وإنما جرى اختيارهم وفقا للمحسوبية والمجاملة للوزير. بيان انتداب عدد من القضاة إلى مكتب النائب العام، من بين هذه الأسماء اسم نجل النائب العام الحالي المستشار هشام محمد زكي بركات، بينما أبدى قضاة تحفظهم على هذا القرار معتبرين تلك هي أول واقعة في تاريخ القضاء المصري. يمكن 30/6 نجحت إنها تأسس لعلاقة وحدة وطنية جديدة بين المسلمين والمسيحيين قايمة على الاحترام المتبادل، وإن كل واحد عارف حدوده وما بيتدخلش في اللي مالوش فيه. أرجوك أيها المستشار النبيل، نطلب منك من لجنة 50 لا أحزاب على خلفية دينية، لا أحزاب على خلفية دينية، ولا نريد أن يعلمنا الإسلام أبو جلبية بيضة، ولا يعتلي المنبر إلا من يحمل كمية من الأزهر والأوقاف. عايز أسأل حضرتك سؤال من غير نرفزة وبهدوء شديد جدا يعني. أنت مال أمك؟ يمكن 30/6 هتقدر تحقق دولة مدنية محترمة، وخصوصا
بعد العسكر ما يرجع سكناته ويبعد تماما عن السياسة، وتبقى الكلمة للشعب يختار اللي هو عايزه من غير أي تدخلات أو إملاءات من حد. ما نقله الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق بالأمس عن ما سماه مصدر قريب من المؤسسة العسكرية أن ظروف مصر في اللحظة الراهنة لا تسمح بأن يسلم الجيش السلطة لرئيس مدني لا يعرفه. يمكن 30/6 قدرت تحط البلد على الطريق الصحيح لمحاربة الفساد واختيار الرجال الشرفاء ذوي الكفاءات في المناصب القيادية في البلد النهاردة. تقنين الفساد بهذه الصورة لا، لابد أن نتوقف عنده. يعني إيه جهاز قومي لتنظيم الاتصالات و73 مستشار يتقاضوا ما يقرب من 100 مليون جنيه مكافآت؟ يمكن 30/6 هتحقق لنا حلمنا كلنا في القصاص لشهداء يناير ومحمد محمود وبورسعيد، والأهم من كده هو تحقيق حلمنا في إعلاء قيمة الدم المصري، وخصوصا إن القيادة الحالية حريصة قوي على الدم المصري. حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه يتحاكم للضابط أحمد، لا مش هيحصل خلاص. حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه يتحاكم للضابط أحمد، لا مش هيحصل خلاص. يمكن 30/6 قدرت تزود هيبة ومكانة الدولة المصرية في الخارج، لدرجة إن وزير الزراعة النهارده بيعرض على أثيوبيا إنه يتشارك معاهم في بناء سد النهضة، أو وزير الخارجية المصري في الأمم المتحدة كان بيلقي كلمة مصر لكراسي فاضية، لأن كل الوفود الدولية خرجت أول ما بدأ وزير الخارجية يلقي كلمته. بقت هيبة ومكانة مصر النهارده مخزية للدرجة اللي هتشوفها دي. يسعدني ويشرفني أن أرحب بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة المتحدة. وقد أنا آسف السعودية، أنا آسف إني تعبان، معلش. المملكة السعودية وقد استقبله اليوم الرئيس عدلي منصور. يمكن 30/6 قدرت تطهر الإعلام اللي وصل بيه حجم الكذب والتدليس إنه بقى بيستغفل وبيستحمر الشعب المصري للدرجة دي. علوي، ضعنا في تفاصيل حادث إلقاء قنبلة على قسم بولاق الدكرور، خصوصا أنني تابعتك في 12 وأنت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة حدثت تحديدا الساعة 12:30. الساعة 12:30 بالمناسبة اللي كان على علم بتفجير القنبلة في اسم ولاية دكرور قبلها بنص ساعة أكيد هو المسؤول النهاردة عن الإرهاب وقتل جنودنا في سيناء وفي غيرها. لو فاكر في استفتاء مارس 2011 لمجرد ان اترفعت يافطه كان مكتوب فيها اللي هيقول نعم هيدخل الجنه واللي هيقول لا هيدخل النار، الكل قال دي تجاره بالدين ولازم نحاربها، وانا معاك ان فعلا دي تجاره بالدين ولازم نحاربها، بس اكيد 30/6 النهارده هتخلصنا من كل تجار الدين ومن كل سافل حقير بيطوع الايات والاحاديث وبيستغل الدين لخدمه الحاكم واهواءه الشخصيه. اننا يجب ان نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الاوباش. سنتنا ريحتهم وحشه في الظاهر والباطن. تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أولياء الله. لو كل ده النهارده بعد 30/6 وبعد 4 شهور ما اتحققش، كنتوا بتحاسبوا مرسي على ايه؟ وازاي عايز تقنعني ان البلد ماشيه في الطريق الصحيح وان المفروض ان انا امد ايدي في ايدك النهارده عشان نبني البلد سوا؟ الاهم من كده اوعى تكون لسه عايش في نظريه زمان طالما انا بخير واهلي بخير الحمد لله وخليني مكبر دماغي ومصدق اللي بيحصل وهي ماشيه وخلاص. تخيل ان حتى تكبير دماغك في الايام الصعبه دي مش هتقدر عليه. كاش موت ابن زاد، انا ما كنتش اعرف كده، كنت بسمع في التلفزيون وما كنتش اعرف، كنت بسمع في التلفزيون ويجيبوا لي الناس ويقولوا لي لا ده الكاش وجبه وداخليه مليئه، لكن ما هو حصل اهو، بيقولوا بيجيبوا ناس مزوره مش مزوره، ده حقيقه. وبقى قدامك حل من الاثنين، الحل الاول انك تفوق وتمد ايدك في ايدي ونلحق انا وانت اللي باقي من بلدنا. انا معاك ان الاخوان غلطوا، بس مين من بعد الثوره النهارده ما غلطش؟ فالكل لازم يعترف بخطأه ويلحق اخوه يمد ايده في ايده علشان نلحق اللي باقي من بلدنا وننقذها من اعلام مسعور وفلول وفساد بقوه رجعيه. اللي حصل ربما بعد فض اعتصام رابعه مباشره ان بعض الرموز الاعلاميه على الاقل يعني شنت هجمه شرسه للغايه على اي تيار يحاول العوده للتهدئه والتفكير في مصلحه الوطن بشكل عام. يعني احنا برضو محتاجين مساعده الاخوان لمواجهه الفلول. وصلت وجهه نظرك يا سيد خالد. يعني احنا برضو محتاجين مساعده الاخوان لمواجهه الفلول. وصلت وجهه نظرك يا سيد خالد. ولو مش عايز براحتك،
بس لازم تفهم ان اللي قتل 1000 هيقتل 100,000 في سبيل حمايه الكرسي بتاعه. والاهم من كده ان خليك عايش ومصدق ان قيادات الجيش دول ملائكه نازلين من السماء، وان الفساد اللي كان موجود في مؤسسات الدوله كلها عمره باي حال من الاحوال ما وصل لقيادات الجيش، وان عمر قيادات الجيش ما مدت ايديها ولا سرقت ابدا، لان هم طبعا خير ابناء الارض. اللي هو قصر سامي عنان الضخم داخل منتجع الجولف بالقاهره الجديده، وقد تم بناؤه وتجهيزه من ورش نجاره دار الدفاع الجوي التي تكفل ببناء المقاول الذي بنى فندق دار الدفاع الجوي بتكلفه 100 مليون، والتكلفه الحقيقيه لا تعدى 25 مليون. احد قصور تاني سامي عنان في مارينا. وخليك عايش ومصدق ان قيادات الجيش عمرها ما اطلقت النار على المتظاهرين ولا قتلت اي حد، وان المتظاهرين هم اللي بيقتلوا نفسهم، وان محمد البلتاجي هو اللي قتل بنته، وان محمد بديع هو اللي قتل ابنه. بس صدقني كله سلف ودين، وكما تدين تدان. نتمنى نكون وضحنا لك الصورة والطريق قدامك، فاختار اللي يناسبك. فاللهم بلغت اللهم فشل. تصبحوا على خير.